السلام عليكم حبيباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما خاصكم خير ان شاء الله يا رب العالمين. اليوم ان شاء الله غادي ندير مافن بجوج نكهات ولكن في خليط واحد. غادي ندير بنكهه الشوكولاته والفانيلا. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج جوج بيضات، غنزيد عليهم سكر فانيلا و150 غرام ديال السكر. هذه تتسمى مافن ماربي. وغادي نخلط مزيان. من بعد غادي نزيد 170 مليلتر من الحليب، حليب عادي ما يكونش من الثلاجه، وغنزيد 80 مليلتر من الزيت. عفوا. دابا ان شاء الله غادي نخوي واحد نصف كميه في هذوك القوالب، ومن بعد عاد غنوريكم شنو غادي ندير. كل وحده درت فيها جوج معالق كبار. دابا غادي نزيد هذاك، غندير خليط بنكهه الشوكولاته. عندي هنايا جوج معالق كبار ديال البودره ديال الكاكاو المر، ماشي الحلو، المر، وجوج معالق كبيره ديال الحليب. وغادي نخلط جيدا، ومن بعد غادي نفرقهم فوق هذوك الوحدات. من بعد ما سالينا الوحدات غادي نشدو شي كوردون ونبقاو نديرو لها بحال هكا. هاتي نوريكم. صافي غنبقاو تنلعبو تنلعبو صافي، وغادي تزينوهم باش ما بغيتو. كما تشوفوا هذا هو الشكل من بعد ما هذا هو الشكل النهائي من بعد ما خرج من الفران. انا زوقته باللوز افري، كما تعرفوني انا مضروبه باللوز. ممكن تدهنوه بالشوكولات، ممكن ديروا دوك طريفات ديال الشوكولات، لكم كامل الاختيار. انا حبيباتي هذا هو الشكل النهائي ديال الكب كيك ديالنا. نتوما شوفوا كيفاش تيجي، جوج الوان، تيجي اكثر من رائع. نتمنى يعجبكم الفيديو وينال رضاكم. استسمح على التصوير لانه صورت غير بالزربه، واصلا ما كنتش عواله نصور، قلت ولكن ضروري نشارك معكم. نتمنى يعجبكم الفيديو. نتلاقاو في الفيديو ثاني باذن الله تعالى. بسلامه.